أما التوقعات الشهرية لبرج القوس، بنقول له عنوان هذا الشهر بيقول لك انك هتدخل دورة من التغيرات والتحولات. يدخل زحل برج العقرب زي ما قلنا قبل كده، وبتاريخ يوم 5 تحديدا هيغير المجرى العام للأمور ويفرض قوانينه. فهو في العقرب يؤثر بطريقة شديدة وإيجابية على العالم، ويوفر شعورا بالأمان والقوة، ما يشجع كل واحد منا على التصرف بثقة بالنفس. أما بالنسبة إليك فيحملك رسالة، ويجعلك متعاطفا مع بعض القضايا ومواسيا لبعض الناس الذين يحتاجون إليك، كما يدفعك إلى وضع حد لالتزامات سابقة وإنهاء بعض الارتباطات. إلا أن هذه الأمور تأتي على مدى 2.5 سنين، في حين أن الكوكب الأكثر تأثيرا عليك الآن ومباشرة فهو كوكب مارس المريخ، الذي يدخل برجك بتاريخ يوم 7 ويزودك بنشاط كبير وبطاقة على العمل غير اعتيادية، فتدخل دورة من التغيرات والتجديد للمشاريع والنشاطات التي لم تتطرق إليها ربما في السابق. تغير عاداتك وتحث المحيط على العمل حسب نمطك، وتوقظ لدى الآخرين الحوافز حتى وإن لم يكن التجاوب بقدر الأحلام. تكره عزيزي القوس أن يكذب عليك الآخرون ويواجهوك بتبريرات وشرح لتقاعسهم وتخليهم عن المسؤوليات، إلا أن حماستك الشديدة وإصرارك على النجاح يجعلك تتخطى هذه العثرات الصغيرة. تريد أن تتحرر وتسافر وتلتقي بوجوه جديدة، ولو سبب الأمر ببعض النزاعات في النصف الأول من الشهر. تثير الغيرة أيها القوس وتتعب في بعض الأحيان، إلا أنك بالنهاية تتوصل إلى تحقيق المرتجى وتستعيد الثقة بالنفس. نصيحة الفلك أيها القوس هي التروي وعدم التعرض للأخطاء والعثرات التي تتفاقم نتائجها فيما بعد. أما على الصعيد العاطفي بالنسبة لبرج القوس، من الناحية العاطفية لبرج القوس، أما على الصعيد العاطفي عفوا بيجعلك مواساة لبعض الناس الذين يحتاجون إليك، كما يدفعك إلى وضع حد لالتزامات سابقة وإنهاء بعض الارتباطات. وإن لم يكن التجاوب بقدر أحلامك، الأمور يعني هتتظبط وهتتحسن وهتستعيد الثقة بالنفس. المهم النصيحة هي عدم التعرض للأخطار أو العثرات التي تتفاقم. وإلى اللقاء في الشهر القادم إن شاء الله.